بعد الشر عليكم كده، لما حد يقع في ازمه كبيره ما بينساش اتنين، اللي وقعك فيها واللي شالك منها. بس ده فعلا لو كنت عايز تقوم وتتعلم وتقف على رجلك تاني، مش ناوي بقى تفضل واقع كده وتعيط واللي حصل فينا واللي جرى لا يتكتب ولا يتقرا. احنا كمنطقه وكعالم بنعدي من لحظه فارقه، الدنيا كلها حوالينا بقت حنبل بالسجق. والمصيبه بقى اللي دخلنا في اللحظه دي هو نفس اللي كان دايما يقفل علينا النور ويجري، تنظيم الاخوان. التنظيم ده مش وقف بس ضد التحرر، ده كان زي المغول داخل في وسطنا عشان يفركش اي حلم. من اول ما مصر بدات تقول لا للاستعمار، يعني في العالم كله الشعوب بتحب اللي بيحرروهم. في امريكا مثلا سموهم الاباء المؤسسين، وفي فرنسا نابليون خسر معارك كتير واحتلت بلده، ومع ذلك محدش قعد يقلب في سيره الراجل ده. احنا عندنا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله الخرفان بيشككوا في نصر اكتوبر، النصر اللي قلب قواعد العسكريه كلها، اللي خلى جولدمائير كانت هتوطي على ايد السادات وتبوسها، اللي روحوا فيها بالبيجامات الكاستور. بيقولوا لك خسرنا. مش بس كده، ده اغتالوا الراجل اللي انتصر علشان يقفلوا الملف خالص. هي 73 دي كانت بين مصر والكيان ولا بين مصر والخرفان؟ مين بقى الوحيد اللي بيعمل كده في وطنه؟ الخرفان، التنظيم الوحيد اللي سجد لله شكر لما مصر اتهزمت في 67. تخيل، ووقف في وش كل مشروع اصلاح. حتى عربيه الزباله كانوا بيحرضوا الناس عليها، حتى الكوره كانوا بيحولوا الماتشات لحرب وبيسيسوا اي حاجه ويكرهوك في محمد صلاح ويموتوا اي حاجه حلوه من ولادنا اللي شايلين اسم بلدنا. ولما مسكوا السودان عملوا لهم نشيد للجهاد ضد مصر علشان العيال تقولوا في الطابور الصبح. يا ريتهم سكتوا على كده، دول كمان هم اللي حرضوا ميلي الزناوي على سد النهضه، وبموافقه السودان نفسها بسببهم اتبنى السد اللي احنا دلوقتي بندفع ثمنه كلنا، والدوله شغاله من نار على الملف ده، والحمد لله عندنا اللي مكفينا. طب تعالى نروح سريعا بقى كده لغزه. غزه كسبوا انتخابات هناك في 2006، وهنيه تعين رئيس وزراء وحلف بايمنه المسلمين وهاتولي قفه مصاحف ونحلف عليها ان انا لما تقولوا لي امشي همشي على طول. انا حلو وبسمع الكلام. واول ما اتقال له طب امشي يا هنيه امشي يا نونو، قلب على السلطه وقفل القطاع على نفسه. بقى لا هو دوله ولا محافظه ولا حتى صاله افراح، بقت خرابه واسمها غزه محكومه بالحديد الاخواني. نفس السيناريو اتكرر عندنا في مصر لما اخذوا الحكم بعد ما خربوا الدنيا بالحاره المزنوقه وقالوا احنا هنحكم بما يرضي الله، احنا طيبين قوي وبنحب البلد قوي، ولو قلتوا نمشي هنمشي على طول. قلنا لهم امشوا، قال لك ده مين ده اللي يمشي يا ابو الكباتن؟ لا ده احنا شيوخ صيع على الطلاق من ام ايمن لنولع في البلد كلها يوم ما نمشي، ولو جيش ولا شرطه تعرضوا لنا ده احنا نولع الدنيا ونعمل اعتصام في رابعه ونعمل بيبي في الشارع ونقف لكم قدام مدينه الانتاج الاعلافي، احنا الاخوان يا فيها يا نخفيها. وطبعا نبره الصوت اتغيرت، وفعلا خسرنا الالاف من الجيش والشرطه والمدنيين علشان هم عايزين الكرسي باي شكل من الاشكال، حتى لو البلد بقت زي سوريا. الغريبه بقى ان لسه في ناس بتسال ازاي بيشتغلوا مع الكيان، ازاي بيتظاهروا قدام سفاراتنا، ازاي بيهينوا رموزنا ومقدساتنا. يا عم ما هو ده وشهم الحقيقي يا ولد، الكاميرا الخفيه دول اللي بيكشفوا القناع في اخر البرنامج زي رامز، وبيظهر بقى وجه العميل الوسخ، فصيل شغال لحساب التنظيم العالمي السري اللي بيحكم العالم، اداه صهيونيه مدفوعه الاجر في عالمنا العربي. وده مش جديد، ده من اول ما قلنا تحيا مصر حره مستقره وهم في الظهر بيطعنوا. بس الغلطه غلطه اللي نسي مين دخلنا في الازمه دي وراح يهاجم اللي بيحاول يطلعنا منها. علشان كده بقول لك الوعي مش شعار، الوعي ذاكره. لو نسيت هيتكرر فيك نفس اللي حصل في السودان، في افغانستان، في غزه، في الصومال. حفله مجانين واحده بيغنوا فيها كلهم على انقاض الشعوب. ما تنساش يا مصري علشان ده مش وقت النسيان، ده وقت الفرز. وما ينفعش بقى كل مره تقولي مش باين عليهم، انا مش معاهم لكن متعاطف. امك اسمها عاطف، لانك هترجع تدخل في نفس الفخ. والله العظيم ما في فرق بين إخرائيل وما بين الخرفان، لان ايه ده؟ ايوه هم ما فيش فرق ما بينهم. انا بشبه على البيجامه الكاستور اللي لابسينها دي. روحي يا حبيبتي انت وهي، يلا جولدمائير بتدور عليك، يلا جولدمائير جابت لكم عنب، يلا. ما بقتش تفرق من الكيان للخرفان، يا قلبي لا تحزن غيروها له.